اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. بقالي 3 سنين بهرب من الفيديو ده لحد ما استجمعت قوتي وشجاعتي وقلت هطلع اعمله. كل الاسئله اللي انتوا بتسالوها لي على مدار فتره طويله قوي جمعت اهم الاسئله منها وهجاوبكم عليها. مش عارفه هقدر اخلص كلها ولا لا، بس ان شاء الله هجاوب على اكبر قدر منها. جمعتهم هنا وانا وحظي او انتوا وحظكم. يلا مع بعض نشوف اول سؤال. عندك كام سنه وخريجه ايه؟ طيب انا عندي لسه ما كملتش 45 سنه، انا مواليد 79. خريجة ايه؟ خريجة كلية الاعلام. وعشان حد سألني قبل كده يا اميرة انت داخلة الكلية دي حسب مجموعك ولا انت كنت حابة تدخليها؟ لا، انا من وانا في سنة رابعة وانا عارفة ان انا عايزة ادخل كلية الاعلام. وقلما قوي لما تلاقوا حد في السن الصغير ده هو محدد هو عايز يدخل ايه. بتسألوا الاطفال الصغيرين كلهم عايزين ايه، فكله بيقول يا دكاترة مهندسين طيار مش عارفة ايه. لا، انا كنت محددة ان انا عايزة ادخل كلية الاعلام، وبفضل الله والحمد لله دخلت كلية الاعلام وحققت حلمي. وده كان اول سؤال. يلا مع بعض نشوف تاني سؤال. ندمانة على ايه؟ طيب انا الحمد لله الحمد لله، يعني من النوع اللي ما بندمش على حاجة، وبقول الحمد لله على كل حاجة بتحصل. حتى لو كانت الحاجة دي عواقبها مش احسن حاجة، بس بتحمل العواقب طالما القرار ده او الحاجة دي كانت نابعة مني انا، محدش اجبرني عليها يعني. بس اقول لكم على حاجه بجد صدقوني علشان محدش يقع في الموضوع ده. قبل ما اتجوز كنت دايما بدعي ربنا ان انا كل الاولاد اللي اجيبهم يبقوا صبيان، ما يبقاش فيهم بنات. ما تسالونيش ليه، مع ان انا اصلا ما كانش عندي اخوات بنات. وزي ما يكون ابواب السماء كانت مفتوحه، فربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائي، وفعلا ربنا اداني احمد وعمر. البنات حاجه حلوه قوي في الحياه، ربنا يحفظ البنات والصبيان وكل حاجه، وحاجه مهمه قوي. وكل ما هتكبري في السن اكتر كل ما هتحسي بده اكتر. ما تدعيش بحاجه، خليها على ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يديكي صبيان يديكي بنات، كل اللي يجيبه ربنا كويس. طبعا هو مقدر ومكتوب وكل حاجه، بس في حاجات معينه كده سيبيها لربنا احسن، ما تتمنيش حاجه معينه. وده كان تاني سؤال. تالت سؤال. إيه السؤال الغريب ده؟ بتصرفي فلوسك في ايه؟ بصرف فلوس. اولا انا من الناس اللي ما بعرفش احوش تماما، مع اني طول الوقت بنصحكم واقول لكم يا جماعه لازم يبقى معاكم فلوس خاصه بيكم، لازم يبقى معاكم قرش خاص بيكم بتاعكم انتوا. مش لازم حد يبقى عارف عنه حاجه، حتى اقرب الناس ليكي يعني. بس انا ما بعرفش اعمل كده. بس هقول لكم لحد من فتره قريبه، اقول لكم ايه، مثلا من 3 سنين او من 4 سنين كنت بحب اصرف فلوسي في الذهب. كنت بحب اجيب ذهب قوي، وخصوصا ان اهل مامتي يعني الله يرحمها يعني 90% منهم بيشتغلوا في الذهب. فده كان مشجعني شويه. حتى لو حاجه عجبتني ومش معايا ثمنها بشكل كامل يعني كنت بجيبها وبعدين بكمل فلوسها وبرجعها، برجع الفلوس يعني. فكنت بحب اشتري الذهب، بس مش عشان البسه، لا، اشتريه يبقى عندي اقتنيه يعني. مش غاويه انا لبس دهب خالص ولا اكسسوارز ولا الكلام ده كله. لحد بقى ما الولاد بدأوا ان هم يكبروا، وزي ما انتم عارفين مصاريف تعليمهم غالية جدا، فكل اللي بيجي من قبل ما بيجي بيبقى رايح على تعليمهم، فبالتالي مش عارفة ان انا اشيل اي حاجة خالص خالص. بس السؤال اللي بعده. اصعب موقف عدى عليكي؟ طيب انا في مواقف كتير صعبة عدت عليا، ودايما كنت بتكلم معاكم واقول لكم مثلا في صدمة معينة كده حصلت لي في حياتي وبعدها شفت خير الحمد لله، هقولها لكم بعدين. بس انا دلوقتي هقول لكم برضو على موقف من المواقف الصعبه جدا اللي عدت عليا واللي غيرت يمكن من حياتي بنسبه مثلا 75%. من 5 سنين تقريبا كان احمد ابني اعتقد في تانية ثانوي او في اولى ثانوي، وكان عمر في سنه تانية اعدادي. وصحيت من النوم الصبح عندي ورم صعب قوي قوي فوق ما تتخيلوه، كان في صدري. يمكن اول مره بقول الكلام ده، وناس كتير جدا من القريبين مني ما يعرفوش الكلام ده. فروحت مستشفى. المفروض ان انا ما اعرفش اقول اسم المستشفى ولا لا، بس هقول عادي، ما قلتش لحد خالص، ما جبتش اي سيره، كان الالم فظيع. رحت مستشفى دار الشفا قريبه مني يعني، ورحت لدكتور امراض نساء، قطعت كشف امراض نساء. وطبعا عايز اقول لكم ان انا زي ما قلت لكم رحت لوحدي، وكنت بقى منهاره بصراحه، كنت بفكر في مليون حاجه. فالدكتور امراض النساء كشف عليا وحولني لدكتور جراحه. فدكتور الجراحه كان استدعى دكتور تاني يعني، وقعدوا يتكلموا شويه مع بعض كده بالانجلش، وبعدين
قال لي احنا هندخل العمليات النهارده علشان نشيل الورم ده. متخيلين ان في حاجه اسمها كده؟ قلت له يا دكتور يعني ايه ندخل العمليات النهارده؟ مفيش حاجه اسمها كده، وبعدين انا سايبه اولادي في المدرسه وجايه علشان اكشف. قال لي على فكره الموضوع مش هياخد وقت مننا خالص، انت هتدخلي وهتعملي العمليه النهارده، او هنشيل الورم ده النهارده وهنبات في المستشفى وهنمشي بكره الصبح. طبعا متخيلين بقى هو بيكلمني وانا طبعا منهاره من العياط. لا انا مش عايزك تعيطي، انا عايزك تهدي وتبقي هاديه كده والدنيا سهله ان شاء الله وبسيطه. فروحي بس هاتي هدومك واسالي في الحسابات تحت، ومن هديكي ورقه وقولي لهم الحساب كام واعرفي يعني الديتيلز كلها وتعالي. قلت له خلاص اوكي. فكل يوم انا واصحابي كل يوم بفضل الله يعني بنتجمع بنقعد مع بعض، يعني على الظهر كده او العصر كده بنشرب، يعني هما بيشربوا القهوه انا ما بحبش القهوه وانا بشرب الشاي وبنقعد مع بعض. احنا مجموعه يعني ربنا ما يحرمناش من بعض ابدا، واحنا مهونين على بعض حاجات كتير قوي 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 في الحياه. فطبعا كنت منهاره بصراحه، مع اني ما كنتش قايله لهم مالك في ايه. قلت لهم لا ما فيش حاجه، وعلحوا عليا يعني وعرفوا. قلت لهم، فواحده منهم قالت لي سيبك من الكلام ده خالص، انا كان حصل لي الموضوع ده من كام سنه وبالليل هنروح لدكتور في ميدان الظاهر اسمه دكتور خالد، دكتور امراض النساء، مش فاكره والله حتى اسمه دكتور خالد ايه، بس فاكره كويس قوي ان كان اسمه دكتور خالد، ربنا يكرمه ويبارك له يعني. ف واحده يعني منهم جت معايا وفعلا بالليل رحنا للدكتور، ولما جه الكشف عليا الدور عليا قال لي لا هروح اصلي العشاء الاول. قلت له روح يا دكتور اتاخر براحتك. وبعدين كشف عليا الحمد لله بفضل الله بفضل الله بفضل الله يعني. قال لي ما فيش اي حاجه خالص، سيبي الورم هيروح لوحده. كل الفكره هقول لكم هو قال لي ايه بما معناه ايه، ممكن اكون انا يعني مش متذكره قوي لان الكلام ده من حوالي 5 سنين، فممكن اكون مش هقول بالظبط اللي هو قاله لي، بس هقول بما معناه. قال لي هو عامه الرحم او الصدر دور مثلا الرحم ان هو يبقى فيه مثلا يشيل جنين، فما فيش مثلا جنين مثلا لسنين طويله قوي، فبالتالي بيكون كده زي اورام. وكذلك الصدر مثلا دوره الرضاعه، فهو مثلا بنقعد سنين طويله قوي ما نرضعش، فهو بيكون زي اورام كده وهي بتروح لوحدها ومش محتاجه اي علاج. تقريبا كتب لي ساعتها الفانترن اللي هو مضاد التورم ده، قال لي حتى مش عايز تاخديه ما تاخدهوش. عايزه اقول لكم سجدت لله شكر طبعا، بس مش دي الفكره. انا حسيت ساعتها لما قعدت مع نفسي وفكرت كده، طبعا حرفيا كنت منهاره، كنت بفكر في حاجات كتير قوي. طب ولادي هيعملوا ايه من بعدي؟ كان ولادي لسه صغيرين يعني، طب ولادي هيعملوا ايه من بعدي؟ ولو تخطيت موضوع ولادي ده، طيب في حاجه اهم من كده بكتير. انا عارفه ان يعني ربنا سبحانه وتعالى هيكون رحيم عليهم اكتر من اي حد تاني، وربنا مديهم اب بصراحه يعني بيتمنى لهم الرضا يرضوا حقيقي، ربنا يحميه ليهم ويخليه ليهم يا رب. هل انت يا اميره مستعده تقابلي ربنا دلوقتي؟ طب لو وقفتي قدام ربنا هتقولي له ايه؟ انا كنت مقصره جدا جدا في العبادات، مقصره في لبسي، مقصره في حفظ القران، مقصره في حاجات في علاقتي بربنا جدا. فدي كانت اكتر حاجه فكرت فيها، ان انا فعلا مش مستعده للقاء ربنا خالص. ربنا يا رب يعفو عني كده وعننا جميعا ويغفر لي، ما كنتش عامله حساب الموضوع ده خالص يعني. فحسيت ان دي اشاره من ربنا سبحانه وتعالى ان انا لازم اعيد حساباتي تاني، ان انا ابدا اغير من حاجات كتير قوي في حياتي، والحمد لله بفضل الله ده حصل فعلا. وربنا يا رب كده ان شاء الله يهدينا جميعا ويردنا اليه رد جميل، وما يكتبش على اي حد فيكم حاجه وحشه ابدا ابدا. ويا جماعه لما تبقى في حاجه كبيره متعلقه بصحتكم راجعوا الدكتور واتنين، وربنا ما يكتبش عليكم الشعور اللي انا عشته او حسيته. وكفايه كده عشان ما اطولش عليكم، وهنحاول ان شاء الله ان احنا يعني نكمل، بس اكيد طبعا مش الفيديو اللي جاي على بعض عشان تزهقوش مني، هنخليه فيديو كده من ضمن الفيديوهات. اشوفكم على خير.